اللي حصل يا جماعة مش مجرد إساءة إعلامية، عدوان على الهوية الوطنية. علينا أن نحاكم سكاي نيوز ومن يدعمون سكاي نيوز ومن يجلسون هؤلاء على شاشات سكاي نيوز كي يبثوا سمومهم على أصحاب الأصل والعراقة، الرجال، أصحاب المواقف الثابتة من القضية الفلسطينية وأصحاب المواقف الداعمة لأهل غزة والرافضين للتطبيع الذي يسوق إليه سكاي نيوز ومن يدعمون سكاي نيوز. لأن الجزائر زي ما قلنا وبنؤكد مرارا وتكرارا عندها موقف مستقل ومحترم من التطبيع، ولسه محتفظة بعلاقتها، لسه بتدعم المقاومة، بتدعم حماس. لسه الجزائر بتقول لحد النهاردة فلسطين مش قضية بروتوكول، فلسطين قضية رأي عام، قضية عادلة. لسه الجزائر بتدعم القضية الفلسطينية وبتدعم أهلنا في غزة، وده ما يعجبش الإمارات، لأن الإمارات بتحاول ترسم دور